أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. أتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير انتم وليداتكم وعائلاتكم وحبابكم فين ما كنتوا بإذن الله. اليوم غنشوفوا أحسن وأسرع طريقة لتحضير كرواسة اللوز على حقها وطريقها بحال ديال الباتيسريات وأحسن. إلا عجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تنساوش الضغط على زر الإعجاب وكذلك الاشتراك في قناتي لكي يصلكم الجديد إن شاء الله. هاد كرواسة راها تجي هائلة ولذيذة، وهذه هي الطريقة الصحيحة اللي تخدموا بها جميع الباتيسريات تقريبا في العالم. أنا كرواسة شريتها، المكونات هما 12 كرواسة كبيرة أو 24 كرواسة صغيرة، كاس اللوز مطحون، 3 البيضات على درجة حرارة المطبخ، 120 غرام الزبدة، نص معلقة لافاني، نص معلقة ديال روحة اللوز، نص كاس سكر، قبصة الملح. للتزيين شرائح اللوز والسكر بودرة. كنخلطوا الزبدة مع السكر خلط عادي تيتمازج، اللي تيتمزاج تنزيد كلشي المكونات. غنزيد المكونات كلهم في مرة من بعد ما يذوب السكر مع الزبدة بدون جهد، تتخلطي على خاطرك بحال هكا، تيولي بحال شي كريمة الزبدة بالسكر. تتزيدي عليها لافاني ونزيدوا هذا روحة اللوز حسب روحة اللوز، حسب يعني اختياري حسب ذوق كل واحد. انا درت نص معلقة صغيرة وكانت يعني مزيانة مع كاس اللوز، جات مزيانة. وتزيدي البيض، تزيدي هذا اللوز البيض كلشي في خطرة تقريبا من بعد ما تذوب الزبدة والسكر، ونخلطوا الجميع تتولي عندنا كريمة هائلة ومركزة. اللي تتخلطي ما تتخلطيش ما تطربيش بحال غطربي البيض، غير تتخلطي تيتجمع كلشي. انا زدت مليحة مع البيض باش تتحيد هذيك البنة البيض. ستتخلطي بحال هكا، تعا تتخلطي ماشي تطربي، تتخلطي تتولي على شكل كريمة عادية بحال هكا. الا كانوا البيضات كبار جوج من الاحسن جوج، الا كانوا صغار انا درت صغار بيضات صغار درت 3 بحال هكا. تيولي هذا المزيج على شكل كريمه. درت هذا الورق الشفاف ديال فلاطه، ودرت الكرواسات قطعتهم وعمرتهم حشوه ديال اللوز بحال هذا الشكل، على هذه الطريقه هكا تتعمريهم بحال هكا وتدهني شويه من التحت بحال هكا على هذه الطريقه وتديري. غندير مازال شويه الفوق باش ندير رقائق اللوز على هذه الطريقه. تنديروا شويه، لا بدا نديروا شويه لتحت باش تعطيها تجي بنينه وزوينه. بحال هاد الطريقه الفوق باش يبقى لينا اللوز. تنشعلوا الفران، نكونوا شعلنا الفران على 180 درجه لمده 20 دقيقه. تيكونوا على هذا الشكل. تديريهم كلهم. هادو كرواسات صغار واخا تيبانوا كبار في هذا الفيديو، هما راه صغار. انا تديري اللوز حسب الرغبه، تتكتري تديريها شويه. انا تنفضل اللوز اللي ما فيش القشره، ما لقيتوش تيجي احسن. تكون على هذه الطريقه وتندخلوها الفران 180 درجه لمده 20 دقيقه ما نفوتوهاش. والا كان الفران سخون 15 دقيقه كافيه لتتخرجها بحال هكا. درت السكر، غندير السكر كلاصي في الصفايه باش ما يكونوش فيها دوك الحبيبات. انت غتشوفي على الشكل. هما دابا كنوجدوا من بعد 20 دقيقه. كان عليا نيت ندير 15 دقيقه لان الفران عندي شويه سخون. تديري هكا وتتجي هائله، تتولي عندك الريحه ديال المخبزه في الدار. هاد كرواسات اللوز راه محبوبه عند الجميع،
كلشي تيبغيها، الصغير والكبير، ولكن راه غاليه في الباتيسريات. هكا تتكون عندك تديرها في المجمد. الا بغيتي ديرها في المجمد ما ديريش السكر بودره عليها، تتبغي تحطيها عند تتبغي تحطيها في المائده عند تسخنيها عادي. انا ملي تنسخن الفران وتنطفيه عاد تندخلهم يسخنوا، كيسخنوا في الحراره اللي بقات، ما يكونش الفران شاعل. تنتمنى هاد الوصفه تعجبكم ان شاء الله يا ربي، وإلا عجباتكم ما تنساوش الاشتراك في قناتي وتفعيل زر الإعجاب، وإن شاء الله يوصلكم جديد في أقرب وقت وفرجة ممتعة. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو قادم يكون هو. أنا دائما تنحاول ندير أسهل، وشوفوا فيديوهات راه درت واحد الحلوة ديال الجيلو مع فواكه سهلة بزاف. إلا عجباتكم تنتمنى حتى هي تعجبكم، راه ساهله بزاف وتيبغيوها الدراري الصغار والكبار، لانها بارده وتتوجد في اسرع وقت ممكن. غير هي خصك من الاحسن الا درتها في الليل حتى الغد عاد تقدميها الدراري الصغار الكبار. ديسير بارد وتيجي لذيذ بزاف وبمكونات يعني كاينه في اي بيت اي مطبخ، يعني ليف خوي وجيلاتين والماء. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه الكرواسه. وراه هذه اسهل طريقه. انا شريت كرواسه ما صايبتهاش، يعني تشري كرواسه العاديه الرخيصه بدون حشوه. والى اللقاء ان شاء الله في شي وصفه. ولا عجبتكم شي وصفه ولا خليو تعليقات، لان هكاك نكون حسن. تعليقات اللي عجبتكم هاد الطريقه، لانها اسهل طريقه، وغنجي مازال بطريقات ساهلين ديال شي حلوات بدون فرن ساهلين ان شاء الله. تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تنتمنى تعجبكم هذه الوصفه باذن الله، الله يعاونكم فيما كنتوا انتم ووليداتكم واحبابكم وعائلاتكم. والى فيديو تاني ان شاء الله.